ازيك يا صديقي؟ بص، انا مش هطول عليك برضو، بس انا عايز يعني اتكلم معاك في قصه صغيره قوي عشان تعرف بس ان مشجع ليفربول ده يعني المفروض، يعني انا مش عارف يعني المفروض احنا يعملوا لنا ايه والله، يعني تماثيل ولا يعملوا لنا ايه بس، ولا الواحد ياخد دواء ضغط، ولا المهم يعني. بص يا صديقي، ليفربول اللي من اول الموسم، او مش من اول موسم، من اخر الموسم اللي فات، عارفين ان محمد صلاح ماشي والمفروض ان احنا بندور على بديل محمد صلاح. رحنا واتكلمنا وحكينا وفكرنا ودورنا وعملنا 100,000 شغلانة واتكلمنا على 100,000 لاعب، ورمينا عروض هنا ورمينا عروض هنا. وفي الآخر قال لك صفقة باركولا توقفت علشان إدارة باريس سان جيرمان طالبة مبلغ عالي. طب مباي قال لك لا، الصفقة برضو ليفربول حاطط رقم وباريس سان جيرمان عايزة رقم أعلى. طب يا عم خليك في ريان بتاع بورنموث، قال لك لا 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 لا، ريان الشرط الجزائي بتاعه كبير واداره بورنموث اصلا مش هتفرط في اللاعب. يقوم ايه بقى يا صديقي العزيز؟ تخيل بقى ايه اللي يحصل النهارده. اداره ليفربول تبعت عرض لبرايتون بمبلغ يتخطى ال 50 مليون يورو او 50 مليون جنيه استرليني عفوا، للتعاقد مع ياكوبو مينتي. مينتي لو انت تفتكر بتاع الموسم اللي فات، اللي اصلا هو لاعب كويس، يعني مش عايز اتكلم فيه بس هو مش احسن حاجه. يعني اصلا انا بالنسبه لي ما يستحقش الرقم اللي هم عارضينه عليه اداره ليفربول. الاغرب مش ده يعني مش ده الرقم اللي يخليك تستغرب، ولا ده العرض اللي يخليك تستغرب. اللي يغيظك اكتر ان اداره برايتون رفضت العرض. وده ليه؟ لان هم قال لك خلاص، انت كده انت دورت في الدنيا كلها، لفيت العالم كله وجاي دلوقتي عندنا وترمي عرض ده. الاغرب برضو من ده كله يا صديقي ان مينتي اصلا مصاب ومش هيقدر يرجع غير في شهر 11. يعني انا بالنسبه لي نص الموسم تقريبا مش هيلعب فيه. ويعني غير ده كله، اللاعب المصاب ده اداره فريقه رفضت تفرط فيه وقال لك لا، احنا هنحتفظ باللاعب عشان لما يرجع في شهر 11 احنا محتاجينه. طب بالله عليك ده كلام؟ يعني يعني بالله عليك، انا كمشجع لليفربول انا المفروض اعمل ايه؟ انا يعني المفروض انا اعمل ايه؟ يعني والله خليك مكاني اعمل ايه؟ اتفرج على فريق مش عارف يتعاقد مع جناح يعوض بيه لاعب من نص الموسم اللي فات قال انه هيرحل، وانا لغايه دلوقتي مش عارف اعوضه. لا عارف اعوضه بصفقه سوبر، ولا عارف اعوضه بلاعيب شباب، ولا عارف اعوضه بلاعيب خبره يسد مكانه على الاقل موسم ولا اتنين، ولا لاقي لاعب يعني حر في سوق الانتقالات عشان اجيبه ويكمل معايا على الاقل لغايه يناير، لغايه لما افكر اتعاقد مع واحد تاني. طب يعني والله يعني مش عارف والله اقسم بالله انا فتحت الفيديو مش عارف اقول لك ايه. يعني لنا الله، بس لنا الله.